السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد احنا ما خللناها تخليل بملح الليمون وليلناها مدة كافية وشطفناها شطفة كويسة، تبلناها بتتبيلة اللي هي بالبصل والطماطم والمعلقتين لبن، وكل حاجة عندك حطيها بس وشطتك وبهاراتك، وتخليها ساعتين 3، وبعد كده تفتح الفرن وتشويها كده في الصينية. تمام، تطلع محمرة فوق وتحت كده. تحمريها الأول على الوجه الأولاني وبعد كده تقلبيها على الوجه التاني. اهو زي كده، شايفة؟ شوف الطراوة كده، شوف الطراوة ازاي طرية، مش مستحملة حاجة اهو. واللحم دايب دوب وعشان محلول النقع اللي انا يعني اللي اتحطت فيه كده مدة كافية 24 ساعة في التلاجة، مش من بره التلاجة. احطها كده في علبة مقفولة، احطها في بره التلاجة. نزلت كل الدم والزفرة اللي فيها، وبعد كده تبلناها وحطيناها برضو كام ساعة برضو في الفريزر. ممكن اقفل اشيل الفيشة او اي حاجة، بس المهم قبل ما تحطها في الفرن